السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي انكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، وتكونوا يا ربي دائما في افضل الصحة وفي افضل الاحوال. ومرحبا بكم من جديد على قناتكم قصص وحكايات ولد الشعب. كنتمنى من المتابعين ديالنا فضلا منكم وليس بأمر ما تبخلوش علينا من اللايكات ديالكم، التفاعل ديالكم جيم على الفيديو، وشكرا لكم. غادي ندخل دابا مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار قضية اليوم بالنواحي ديال مدينة مراكش في واحد الصباح مع الوقيته تقريبا ديال 4، وعلى الطريق الرابطة أو الطريق الوطنية الرابطة ما بين مدينة مراكش ومدينة أكادير. واحد الصباح مع الوقيته ديال 4، واحد الكاميو جاي من مدينة أكادير وما بقاش ليه بزاف غادي يدخل لمدينة مراكش. هو جاي في الطريق ديالو هو يلقى السيد شاف بحال شي واحد أو شي وحدة مليوحة على الطريق. السيد اللي معاه كنقولوا ليه حنا بالدارجه الكريسون او المساعد ديالو قال لي وقف وقف وقف، راه من الطريق راه باينه شي واحد او شي وحده غادي يكون ميت ومليوح بجنب الطريق. السيد الشيفور وقف الكاميو ديالو، نزلوا عندهم هذاك البيل، مشاو قربوا، بالفعل كيلقاو جثه مليوحه بالجنب ديال الطريق. غير هي ما معروفاش واش ديال ذكر ولا ديال انثى. المرعب في هذه الجريمه اللي غادي يخلي هاد الجوج هادو يعني حتى العقل ديالو كان غادي يمشي ليهم، جثه بدون راس وبدون يدين. قالوا اش غنديروا؟ غادي نمشيو لاقرب نقطه ديال الدرك الملكي وغادي نخبروا. بالفعل مشاو، ومن الضروري خاصهم يمشيو لان جاو المسرح ديال الجريمه وخلاو الاثار ديال الرويض ديال الكاميو ديالهم. ركبوا في الكاميو، شدوا الطريق، مشاو لاقرب نقطه ديال الدرك الملكي. دخلوا عندهم، علموهم بهذا الشيء هذا اللي شافوا، خداو من عندهم لي كارت ناسيونال، دونوا الاقوال ديالهم في محضر، تخبرات النيابه العامه، مشاو معاهم، وصلوا البلاصه اللي كاينه فيها الجثه. هنا جدرميه غادي يلقاو الناس حاطين طوموبيلات ديالهم، طوموبيله هنا طوموبيله هنا طوموبيله هنا، الناس مجمعين. حيدوا الناس من تما، بالفعل كيلقاو جريمه ديال القتل. وعلاش هنا ما قلناش حادثه ديال السير؟ علاش ما قلناش؟ مع العلم على ان الجثه جات بالجنب ديال الطريق، علاش ما قلناهاش؟ اولا حسب المعاينه على الجثه كتبان على انها ديال شي بنت، وبنت مازال باقا صغيره. الراس ما كاينش، اليدين ما كاينينش، اذا الجثه مجهوله الهويه. هنا عاوتاني تخبرات النيابه العامه بهذه المستجدات، وما غدوش واحد المده كبيره حتى غادي يحلوا العناصر ديال التقني ديال المسرح ديال الجريمه تابعين لجهاز الدرك الملكي. غادي يتم تمشيط هذه الاماكن كامله، العناصر تابعين لجهاز الدرك الملكي، استعنوا بالكلاب المدربه، وهنا غادي يتفرقوا كل واحد فين كيبحث في جهه.
اول حاجه من بعد ما فتشوا الجيوب ديال هاد البنت ما غادي يلقاو عندها لا كارت ناسيونال لا شي وثيقه كتثبت الهويه ديالها، ما لقاو عندها والو، جثه مجهوله الهويه. مساله اخرى عاوتاني، علاش هذه غتكون جريمه ديال القتل ماشي حادثه ديال السير؟ اولا ما كاينش يعني اثار ديال الارتطام مع شي طوموبيله، هذه من جهه. من جهه ثانيه ان الراس واليدين ما كاينينش. مساله اخرى ان المسرح ديال الجريمه ماشي هو هذا الاصلي، شي واحد غادي يكون قتل هاد البنت وحيد لي الراس ديالها واليدين ديالها. علاش؟ باش الهويه ديالها ما تعرفش، تبقى مجهوله الهويه. مساله اخرى عاوتاني، المجرم هذا خطير، او هاد المجرمين هادو خطيرين، جابوها حتى لهاد الطريق هادي باش يبقاو يدوزوا عليها الكيميوات، يدوزوا عليها الرموكات، يدوزوا عليها الطوموبيلات، صافي تولي اشلاء، صافي ما تبقاش معروفه نهائيا. شوفوا على جريمه متابعي الكرام، الجدرميه ما لقاو حتى شي حاجه في البلاصه اللي فين تلقات الجثه ديال البنت، ما لقاو حتى شي دليل والو. مسرح الجريمه او هاد البلاصه هادي غادي نسموه مسرح الجريمه ثانوي، زيرو ادله. الجدرميه رجعوا عند الشيفور مول الكاميو، قالوا ليه هادي معروفه فين غادي، كيفاش ديز من هنا، كذا كذا كذا. السيد بان باللي هو راه جايب واحد الكاميو ديال المطيشه ومهبطوا لمدينه مراكش. قالوا ماشي شي واحد هنا كيدور هنايا، شي واحد ماشي هو هذاك، شي طوموبيله كانت واقفه، شي طوموبيله جايه ما كتبان لك على ان السيد كيقول انا سيدي هذاك الصباح، هذيك الوقيته اللي غلقى فيها الجثه، ما بان لي حتى واحد ما بان لي. مشاو عدد الناس اللي كانوا مجمهرين تمايا، حتى واحد ما عطاش شي معلومه، واصلا شي واحد غادي يتعرف عليها او غادي يعرفها شكون هي، الراس ديالها ما كاينش، اليدين ديالها ما كاينينش. جات السياره ديال نقل الاموات حملت الجثه اللامور، وهذا الشيء هذا غادي يجي من بعد ما دار واحد يعني مشطوا هاد الاماكن كلها بالكلاب المدربه، والبحث هنا 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 كاين حتى شي حاجه. الجثه مشات للامور وهاد البنت او الضحيه ما معروفاش شكون هي وفين غادي يسولوا، وما كاين غير الخلاوات، وحتى غنقولوا شي دوار او شي فيلاج كاين تما قريب ما كاينش، الخلا على حد الشوف حتى حاجه ما كاينه. اول حاجه غادي يديروها الجدرميه، غادي يمشيو للمحضر ديال الغيابات، غادي يشوفوا ياك ما عندهم شي محضر ديال البحث لفائده العائله. مشاو المحاضر، كاين حتى شي حاجه ما كاينه، ولا عائله فايت عليها دايره شي بحث لفائده العائله بنفس الاوصاف ديال هذه البنت هذه اللي تلقات، بنت طويله والبشره ديالها بيضاء. هادشي اللي كاين. داز النهار الاول، داز النهار الثاني، داز النهار الثالث، والجثه باقا في لامورك. وحتى في هاد الوقيته هادي غادي يخرج التقرير ديال الطبيب الشرعي، التقرير كيقول باللي البنت السبب ديال الوفاه ديالها هو واحد الطعنات كانوا في اتجاه البطن ديالها، الظهر ديالها، طعنات قاتله، طعنات غائره فيها الحقد فيها الانتقام. عاد من بعد ناض هنايا الجاني، حيد الراس حيد اليدين، ولكن هنا واحد القضيه،
حتى الطريقه اللي تحيد بها الراس والطريقه اللي تحيد بها اليدين كتبان على ان هذا المجرم ماشي محترف، ما كيبانش مجرم. وشوفوا هنا التقرير او التحليل ديال الطبيب الشرعي، علاش؟ شاف تقطيعه فيها الخوف، هذا اللي كيقطع بحال خايف، بحال ما زاعمش، بحال شي واحد ما كيقطع ولكن خايف، فيه الرعب. هذه قراءه اوليه شافها الطبيب الشرعي اللي يشرف على الجثه. مساله اخرى عاوتاني، البنت راه حامله وواصله في الحمل ديالها 3 شهور. هنا غادي يبان علاش هاد خينا هذا او خياتي هادو قتلوا البنت. هادي راه باينه، شي واحد مثلا خاف راسو يتفتح، خاف، الا كان هذا هو السبب ما علينا. هذا هو التقرير اللي غادي يعطيه الطبيب الشرعي للضابطه القضائيه التابعه لجهاز الدرك الملكي. ومساله اخرى عاوتاني غادي يضيفها فيما بعد الطبيب الشرعي، على ان الوفاه كانت بالليل، يعني البنت تقتلات مع ديك الوقيته ديال 10 ديال الليل، هذه ساعه وقوع الجريمه. عاد من بعد ناض الجاني شد البنت ولاحها في هذه البلاصه هذه، الجريمه مع ديك الوقيته تقريبا هذيك 10 ديال الليل. غادا تعمم واحد البرقيه على الصعيد الوطني، بلي لواحد البنت تم العثور عليها في المنطقه الفلانيه نواحي مدينه مراكش على الصعيد الطريق الوطنيه كذا كذا كذا، وتصورات الجثه ومشات على الصعيد الوطني. ربما غادي يكون شي واحد جا عند البوليس وكيديكلاري على الاختفاء ديال بنته، او شي وحده كتديكلاري على بنتها، او شي زوج مثلا، او فيما بعد غتجي شي عائله كتسول على البنت. جا النهار الرابع الجدرميه ديال هذه المنطقه غادا تجيهم واحد البرقيه من عند البوليس ديال مدينه مراكش. واحد السيده كانت جات وكتقلب على بنتها، كتقول بنتي انا اختفت ما بقاتش رجعات. السيده عطات الاوصاف، كي دايره بنتك؟ بنتي طويله بيضاء كذا 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 كذا، وجابت حتى التصويره البوليس ديال هذه المدينه هذه. البوليس قالوا ليها راه واحد البنت راه تلقات مقتوله في المنطقه كذا 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 كذا، لان السيده كتقول هي اختفت نهار كذا كذا، هذه اخر مره انا فاش شفتها، هذه اخر مره. حسب هذه المعلومات اللي عطات السيده كتنطبق على المعلومات اللي عند الضحيه. المهم البوليس وجهوها قالوا لها خصك تمشي للدرك الملكي ديال هذه المنطقه وتشوفي هذيك واش بنتك ولا ماشي بنتك. طلعت السيده جات عند الجدرميه، قالت لهم اسيدي انا كنقلب على بنتي وما كاين ما يتخبى سيدي. هاد السيده جات من الاخر، جاتو من الاخر، ما كاين ما يتخبى. بنتي راه خارجه الطريق، هي راه بائعه الهوى مومس، كتمشي مع الرجاله وكذا 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 وكذا، بلا ما ندخلوا في تفاصيل اكثر. شحال هادي باش خرجت اسيدي نهار فلان فلان فلان. ولكن هنا كاين واحد المشكل، الراس ما كاينش باش غيديوها لامورغ وتشوف البنت كيفاش هي غادا تعرف عليها. الوجه ما كاينش الراس. كاين حل وحيد هو غادي ياخذوا منها عينات من اللاذئين وغادا تمشي المختبر الجنائي وغادي يشوفوا واش هي ولا ماشي هي. بالفعل خداو منها عينات من اللاذئين، دازت واحد المده، وهادشي كيجي ايضا تحت اشراف النيابه العامه،
وبحال هاد الجرائم هادو كيكونوا خطيرين، راه حتى النيابه العامه كتكون ضاغطه على الدرك الملكي ولا كذلك على البوليس باش يسرعوا الوتيره ديال البحث. وحتى هادشي ديال لا دي ان خصو يخرج بالزربه باش هكذا اللغز ديال الجريمه يتحل بالزربه. قد ما كيدوزوا النهارات قد ما كيصعب البحث، حتى غادي يوليو في الاخر صافي الجريمه غتمشي ضد مجهول، حتى الجدرميه كيسارعوا الوقت. النتائج ديال لا دي ان خرجوا بالزربه وغادي يجيو ايجابيين. هذه الام ديالها. شنو القصه ديال هاد البنت؟ هاد البنت هذه تلقات مقتوله وحامله، وبهذيك الطريقه البشعه هي كيفاش توجدات. شنو هي القصه ديالها؟ البنت سميتها يسرى، كتسكن في واحد الحي بمدينه مراكش، حي معروف. عاشت يتيمه الاب ديالها توفى، وهي في العمر تقريبا ديال وهي في العمر تقريبا ديال 7 سنين. الام ديالها بقات كتكافح عليها، ما خلات، فين خدمات عليها، ضربات عليها الميناج، ضربات عليها الجفاف، ضربات عليها كتمشي كتخدم عند الناس، ما خلات فين خدمات عليها. كان في الاول خال البنت اللي هو الاخ ديال الام ديالها كان كيعاون مسكين باش ما عطى الله، كيجي عند اختو كيدور معاها باش هي تعيش البنت. خو الام اللي هو خال الضحيه توفى الله يرحمه الله يولي برحمه الله. بقات الام كتكافح على بنتها اللي حتى غادا توصل في العمر تقريبا ديال 15 عام. هنا البنت بدات كتغير، وصلت واحد السن ديال المراهقه، كتبغي اللبس، كتبغي تخرج، كتبغي امها حتى هي ما مقصراش من جهتها اللي خاصها كتجيبها ليها. دازت من بعد سنوات، وصلت تقريبا في العمر ديالها 20 عام. هنا البنت صافي تغيرات، كيف ما كتقول الام انا ما فهمت والو. ولات البنت كتخرج ليا على برا، كتسهر ليا على برا، وما كتجي حتى الغد ليه. كنهضر معاها كندور فيها، ولكن انا مغلوبه، ما عندي ما ندير، ما عندي خوتها، ما عندي باها اللي غادي يردعها. كتقول لي تبقاي تابعاني، تبقاي تقول لي فين مشيتي ولا فين جيتي، انا غادا ندير، انا غادا نهرب، انا غادا نمشي لشي بلاد اخرى ما تعرفيني فين كاينه. وانا سيدي سكت، خليتها على خاطرها. قلت لها بنتي تحملي مسؤوليتك، وقعت لك شي حاجه انا ماشي شغلي. وهي كتقول لي انت ماشي شغلك، واش انا نبقى عايشه في هذا الفقر وما نلقاو ما ناكلو، وخليني ندبر على راسي، ماشي سوقك فيا. كتقول الام كتمشي عند واحد صاحبتها كتعمر معاها بزاف. هاد صاحبتها هي في الاصل ديالها ماشي من مدينه مراكش، هي جايه من شي مدينه اخرى. شنو هي هاد المدينه هادي؟ انا ما عارفاش. هادشي اللي كانت كتعاود ليا بنتي، جايه هي من شي مدينه اخرى. وهاد البنت حتى هي موميس، حتى هي بائعه الهواء. كتمشي عندها بنتي، هي ساكنه في واحد الحي، كاريه واحد السفليه، وكتعمر معاها. انا بنتي من كتغبر يومين 3 ايام بحال ما هكا، انا كنمشي كنقلب من وراها، كنمشي للدار ديال البنت وكنسول فيها، كنلقاها كاينه معاها، كنرجع بحالاتي. ولكن بنتي انا مني غبرات مشيت للدار ديال هاد السيده ودقيت في الباب وسولت تما، والناس تما كيقولوا لي هاد البنت هادي راه حتى هي ما بقاتش بانت. هاد البنت سميتها لبنى. حتى هنا غادي تلقى البنت مقتوله خارج مدينه مراكش. شكون اللي قتلها؟ شكون اللي دار لك الحاله؟ مع من حملات؟ دابا تصاب هنا حتى البنت راه هي مومس، يقدر هذا اللي قتلها ماشي بالضروره غتكون حامله منه. ولكن هنا البحث غادي يبين كل شيء. ما علينا. الجدرميه قالوا لها
غتورينا صاحبتها فين ساكنه. غادي نمشيو عند صاحبتها. مشات معاهم الام، هبطوا لمدينه مراكش، مشاو لهاد الحي فين ساكنه البنت. هنا الجدرميه من يوصلوا غادي يلقاو واحد المفاجاه اخرى. لقاو الناس ديال هاد الحي منوضين واحد الهيلاله كبيره والدنيا مرونه مزيان، وكاين تما المقدم واقف قدام الباب ديال الدار. شي ناس تما مشاو عيطوا على المقدم ديال الحومه كيقولوا ليه باللي راه ولينا كنشموا واحد الرائحه كريهه خارجه من الدار ديال هاد السيده، كنشموا واحد الريحه خايبه. المقدم وقف تمايا، بالفعل كاينه الريحه. والمقدم في هاد الوقيته قبل ما يجيو الجدرميه عيطوا على البوليس. جاو البوليس بالفعل، عناصر الدرك الملكي حتى هما داخلين في القضيه ديال البنت الاولى، خاصهم حتى هما يبحثوا في يشوفوا هاد البنت هذه كيفاش، يعني كيفاش القضيه ديالها ويبحثوا معاها. ولكن هنا غيلقاو واحد المصيبه. بالطريقه ديال البوليس دخلوا، هنا الريحه تجهدت اكثر. غادي يلقاو هاد البنت هذه حتى هي مقتوله، طايحه في المرح ديال الدار والجثه منفوخه، وبين على انها شحال هذه وهي مقتوله، فيها الضرب، الدم كارم، الدار مرونه في واحد الحاله، مرونه من هنا مرونه من هنا مرونه من هنا مرونه من هنا. بحال هذا اللي قتلها كان كيقلب على شي حاجه ولا كيقلب على الفلوس، يعني الجريمه غتكون بدافع السرقه. دابا هاد السيده هذه الجدرميه دابا هاد السيده هذه اللي هي الصديقه المقربه ديال البنت ديال الضحيه ديال يسرى، جاو باش يديوها يبحثوا معاها حتى غادي يلقاوها حتى هي مقتوله. جاو العناصر ديال التشخيص القضائي، دخلوا بحث من هنا، صوروا الجثه، كذلك البوليس من هنا من هنا من هنا من هنا، قلم من هنا قلم من هنا قلم من هنا. كاين حتى شي حاجه ما كاينه، كاين شي حاجه خلاها الجاني او الجنات، هذا ديال الجريمه، شي زغبه، شي حاجه اللي غادي يستعنوا بها. جات السياره ديال نقل الاموات حملت الجثه. الله مورك. في هذه القضيه الثانيه اش غادي يوقع متابعي الكرام؟ اختصارا، هذه القضيه او الوكيل العام ديال جلاله الملك ما غاديش يعطي هذه القضيه للبوليس، غادي يعطيها الجدرميه، باعتبار على ان هذه الجريمه الثانيه لها علاقه وطيده بالجريمه الاولى، والجريمه الاولى بداوها الجدرميه، وهما اللي غادي يكملوا في السير ديال البحث ديالها، هما اللي شادين الملف ديالها. غير هنا واحد القضيه غادي يبقاو البوليس كيتعاونوا معاهم في شي حاجه، في شي بحث، في شي معلومات، غادي يبقاو معاهم البوليس في اطار المساعده القانونيه. اما القضيه غتمشي بالاساس لعند الدرك الملكي. المعلومات اللي خارجه من وسط ديال الحي، الناس الجيران ديال هذا الحي كيقولوا بلي هذه البنت كنعرفوها، وراه تقريبا هنايا شي عامين وهي ساكنه في هذا الحي. البنت سيدي راه خارجه للطريق، كتمشي كتسهر، هذاك الشيء دبر راسها، هي شغوله هذاك، ما عمرها جات كتحيح هنا ولا كتغوات ولا كتدخل رجاله ولا كتجيب رجاله. هذاك الشيء ديالها هي راه كتمشي للاتساع وكدير هذاك الشيء اللي كديرو. هذيك الليله نتوما ما سمعتوا لا غوات، ما سمعتوا لا صداع، ما سمعنا سيدي والو، غير السيده راه غبرات، ومن بعد راه شمينا الريحه خارجه من الدار عندها، قلنا غتكون وقعت لها شي حاجه وعلمنا نقدم.
بقاو هنا الجدرميه كيبحثوا هنا كيتصنتوا الناس اللي حتى غادي يوصلوا لواحد مول الديتاي. هاد مول الديتاي هذا كيبيع الكارو بالاقساط. هاد النوع ديال مولين الديتاي كيكونوا باركين في راس الداد، واللي معروف على هاد الشخص هذا كيبقى سهران حتى للربعه الثلاثه، عاد هو كيدخل لدارو. مول الديتاي اش كيقول هذاك النهار، واحد النهار اسيدي، واحد النهار انا جمعت الربيعه ديالي، ومن العاده كنهبط من الزنقه، كنبقى غادي 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 حتى كنوصل لواحد الزنقه اخرى ثانيه تما انا فين كنسكن. انا هابط من هاد الزنقه، وهاد الدار هادي اللي وقعت فيها الجريمه بان لي واحد السيد خرج منها. نقول لكم اسيدي معاك الوقيته تقريبا ديال 3 ديال الليل، خرج منها واحد السيد. هاد السيد هذا اللي خرج منها كيفاش داير؟ قال لهم واحد الراجل بان لي طويل ولابس واحد الجاكيطه وواحد السروال، شتي في وجهه؟ قال لهم ما شتيش في وجهه، مع كانت شويه الظلمه وجهه ما شتوش، غير هو لابس الجاكيطه لابس واحد السروال. خرج من تما ومشى، وانا براسي راه استغربت، كنقول هاد السيده حنا كنعرفوها ما كتدخلش رجاله، وهذا الراجل هذا اش كيدير عنده هنايا؟ هذه هي المعلومه اللي عطاها هاد السيد. كيقول خارج من عند راجل، كي هذا الراجل لابس سروال ولابس جاكيطه، شتي في وجهه ما شتوش في وجهه. يلا قلب على هذا الراجل هذا في وسط البحر، ما عنده ملامح، ما عنده ما شافو، ما حتى هذه المعلومه هذه معلومه خاويه. دابا ولاو هنايا الجدرميه في جوج ديال الجرائم. الجريمه الاولى تلقات السيده مقتوله في النواحي ديال مدينه مراكش، والجثه ديال هاد السيده هذه بدون راس بدون يدين، مع العلم على ان الراس واليدين راه قلبوا عليهم تما وفي النواحي ديال تما وجابوا الكلاب وما لقاوهمش. والجريمه الثانيه ديال بنت صاحبتها، ولكن هذه راه تلقات مقتوله في الدار. دابا هنا هاد جوج الجرائم جوج مختلفين على بعضياتهم، من ناحيه الكيفيه ديال القتل ومن الناحيه ديال الاماكن فين تواجدوا الجثث. هنا ولاو كيقولوا الجدرميه واش هاد الجرائم اللي وقعوا ديال البنت الاولى والبنت الثانيه غادي يكون القاتل واحد، ولكن هاد الشيء شكون اللي غادي يحسم فيه؟ غادي يحسم فيه الطبيب الشرعي، غادي يقول لنا السيده امتى تقتلات، واش في نفس النهار اللي تقتلات فيه البنت، وسمعنا اش غادي يوقع. الطبيب الشرعي كشف على الجثه ديال الضحيه وعطاهم التاريخ اللي توفات فيه السيده او اللي تقتلات فيه الضحيه، هذه الثانيه، هذه لبنى. الطبيب الشرعي قال لهم عندنا الجريمه الاولى وقعت نهار فلان 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 مثلا، هذه تقتلات الغد ليه تقتلات، ماشي في نفس النهار. حتى هذا لغز، واش الجاني ما غادي يكونش هو الجاني الاول؟ حتى هذا لغز. والبنت ما متعرضه لاغتصاب، ما متعرضه لوالو. مساله اخرى عاوتاني قال لهم باللي هاد السيده هذه تلقات تقريبا شي 7 ديال طعنات قاتله، طعنات يعني صفاوها للسيده، ما خلاو ليها حتى ادنى فرصه للحياه، طعنات في فم القلب، في القلب. المهم دابا هنا الجدرميه عندهم جوج ديال الملفات، الملف الاول والملف الثاني، وكاين مشكل اخر حتى الدار لقاوها مرونه. واش القاتل جا عند هاد السيده هادي، جا بقى كيقلب تما، ربما قتلها من شاف ربما كندخلها هي ديك الليله، شاف قال وقيله عندها الفلوس، عندها الذهب، كذا كذا، ارنا نصفها ليها ونسرقها.
بدليل ماذا؟ بدليل هذاك السيد شافوا مول الديطاي خارج من عندها وهي نفس الوقيته اللي تقتلت فيها الضحيه. حسب التقرير ديال الطبيب الشرعي تقتلات مع الوقيته تقريبا هذيك 2:30 ديال الليل، 2:30 هي نفس الوقيته. بقاو الجدرميه كيبحثوا، بحث هنا بحث هنا، الام ما عارفه والو، كتخرج كتمشي فين كتمشي الله اعلم اسيدي، انا ما عارفه والو. عندها هذيك صاحبتها، هذيك صاحبتها اللي كانوا غادي يستمعوا ليها هي حتى هي صدقات مقتوله. اذا اش من بيستا غادي يمشيو عليها؟ اش من بيستا؟ ناضوا هنا الجدرميه اش غيديروا؟ غادي هاد البنت هادي كانوا خداو لها شي تصاور، الوجه ديالها قادو صوبوا خداو لها شي تصاور، والتصويره ديال الضحيه الاولى، واحد التصويره اخرى ديالها خداوها من عند الام ديالها. غادي يمشيو هنا وغادي يبداو كيبحثوا في الاماكن المشبوهه. ارنا الاماكن اللي كيتجمعوا فيهم المومسات، ارنا لي ديسكوتيك، ارنا لي بار، ارنا بقاو كيبحثوا. هذا كيتسمى البحث الميداني. مشاو كيبحثوا، سول هنا سقسي هنا سقسي هنا سقسي هنا، مشطوا الاماكن اللي كيكونوا فيها المومسات حتى وحده ما تعرفت عليهم. مشاو لي ديسكوتيك، مشاو لي بار، مشاو هنا مشاو هنا مشاو هنا، اللي حتى غادي يوصلوا لواحد البار. لقاو واحد الفيديو قدام الباب، وراهم التصويره، وراهم التصويره ديال البنت الاولى ديال لبنى وديال يسرى. الفيديو شاف البنات قال لهم كنعرفهم هادي يسرى وهادي لبنى، سماهم قال لهم كنعرفهم، هادو كانوا كيجيو هنا كيعمروا بزاف هنايا وما كانوش كيحيدوا من هنايا، ولكن هذه واحد الفتره راه ما بقاوش بانوا، ما بقاوش كيجيو. الجدرميه سولوا قالوا لي هاد البنات هادو بالضبط مع من كيعمروا؟ بين هذه غير حانه ديال الشراب اش فيها البلاوي والمصائب. قال لي ما نقول لكم شي حاجه، انا راه غادي نكذب عليكم، انا راه كنخدم على برا هنا، غير البنات هادو كيبانوا ليا كيدخلوا من هنا كيخرجوا من هنا، هادشي اللي كيبان ليا. غنقول لكم شي حاجه اخرى غادي نكذب. بغيتوا تعرفوا اكثر دخلوا لداخل وسولوا. الجدرميه دخلوا سولوا السربايه، شي بنات تما، سولنا واحد البنت اش قالت لهم؟ شافت البنات عرفاتهم معروفين. واحد البنت هي ملك البنات ديال الليل قالت لهم الا بغيتوا تعرفوا شي حاجه على هاد البنات هادو غتمشيو عند اميمه. شكون هاد اميمه؟ قالت لهم هاد اميمه هي صاحبتهم، راه ما كانش كتفرق معاهم، وهذه كانت هي بلاصتهم هنايا. غير هي اميمه كان وقع لها واحد المشكل هنايا مع السيد مول البار، جري عليها قال لها نشوفك شي نهار هنايا غادي نقتلك، نشوفك شي نهار هنا غادي نقتلك، اش دوري ليا هنايا؟ وهي راه مشات. بغينا فين غنلقاوها قلت لهم الله اعلم، انا ما عارفاش يا سيدي، والله ما عارفه شي حاجه. بغيتو تعرفوا شي معلومات كثار على اميمه غادي تشوفوا واحد البنت سميتها كوثر. هاد كوثر حتى هي راه كتجي هنايا، راه كتعمر هنا بزاف، كتعمر، راه هي غتقول لكم كلشي على اميمه، راه صاحبتها. فين هي كوثر؟ قالوا فين هي كوثر؟ بغيناها، فين كتعرفها فين ساكنه؟ كتقول السيده راه هي الاكثريه راه كتجينا كتعمر. ودابا هنا خاصهم كوثر باش هنا توريهم اميمه، واميمه صاحبه يسرى وصاحبه لبنى. بقاو هنا كيتسناو في هاد كوثر. رجعوا عند الفيدور كيعرف هاد كوثر، اللي كنعرفها غتجي انا نقولها لكم. جا النهار الاول
كوثر ما بانتش. النهار الثاني كوثر ما بانتش. النهار الثالث كان بالسبت هاد كوثر هي تبان. فيدور قال لهم راه فين مريحه هي هذيك كوثر. مشاو عندها الجدرميه قالوا لي غتمشي معانا. اش دايره سيدي انا داخله سوق راسي غير يلاه معانا وما تخافي من حتى شي حاجه غير حنا غادي نسولوك شي اسئله وغتمشي تي بحالاتك. داوها قالوا لي واحد البنت سميتها أميمة كتعرفيها؟ قالت لهم كنعرفها هي صاحبتي جديره. قالوا ماشي سوقك غير انت ورينا البنت فين خدامه. هاد كوثر قالت لهم راه كانت هي خدامه في البار فلان فلان فلاني وراه هي ما بقاتش خدامه فيه وقع لها واحد المشكل مع مول البار جرى عليها ودابا هي ولات كتعمر في واحد الديسكوتيك اخر. ورينا هاد الديسكوتيك. مشاو لهاد الديسكوتيك سولوا على هاد الأميمة. الناس اللي كاينين تما وكيعرفوا أميمة كيقولوا باللي البنت راه هي تقريبا شي سيمانه هادي ما بقاتش بانت ما بقاتش جات. مشكل هذا حتى الأميمة اللي غتعطيهم الأسرار على هاد القضية هادي ما بقاتش بانت. قالوا لها كتعرفي فين كتسكن؟ قالت لهم نديكم الدار هي فين كتسكن. مشات هبطاتهم للدار واحد الحي فين كتسكن هاد أميمة. وقفوا قدام الباب كيدقوا وخرجت عندهم واحد السيده مولات الدار. ياك ما كاين باس سيدي كنسولوا على أميمة. قالت لهم أميمة انا اللي عارفه راه ما كايناش. فين مشات؟ قالت واقيلا أميمة راه مشات عند العائله ديالها. العائله ديالها فين كاينه؟ قالت لهم انا ما عارفاش بالضبط وقيلا هي راه جايه من اسفي ما من اسفي. هادشي انا اللي عارفه بالضبط هي فين ساكنه ما عارفه حتى شي حاجه ولكن هي راه غتجي غير هي موالفه راه كتمشي كتغبر واحد المده ومن بعد هي راه كتجي غادا تجي. بقات واحد الحراسه لاصقه على هاد الحي. أميمة ضروري خاصهم يوصلوا ليها خاصهم يديوها. في الاخر أميمة غتبان. يلاه جات هي بغات تدخل للدار عرفوها راه باينه هادي. وقفوا على الجدرميه السلام عليكم وعليكم السلام انتيا هي أميمة؟ انا هي أميمة. يلاه معانا اجي سيدي اش واقع يلاه معانا وانت غتعرفي كلشي يلاه معانا. مشات معاهم حطوا التصاور ديال كوثر او عفوا ديال لبنى وديال يسرى. كتعرفي هاد البنات؟ قالت لهم كنعرفهم مباشره كنعرفهم. فين كتعرفيهم؟ اش نقول لك اسيدي وحنا وكذا وهادي والله يعفو علينا والله يغفر لنا كنمشيو مع الرجال وهادي والظروف وكذا الظروف واخا ما عارفه انت والو على هاد البنات اش وقع لهم. البنت كتقول الله اعلم انا ما عارفه والو سيدي اش وقع لهم. هاد البنات راه لقينا مقتولين. مقتولين شكون اللي قتلهم؟ وراه هادشي حنا اللي جايين عندك باش تقولي لنا شكون اللي قتلهم. بقاو كيبحثوا مع هاد السيده عمقوا معها البحث تبعوا البرنامج ديالها ديال هاد النهار هي فين كانت. هي كانت في هذاك البار ومن بعدها كتقول هي انا نزلت لاسفي. اش كديري في اسفي؟ علاش نزلتي عند العائله ديالك؟ شنو هي المناسبه؟ قالت لهم الوالده كانت مريضه وانا هبطت لاسفي وديتها ودوزت ليها وبقيت كنجري معاها في السبيطارات حتى ولات شويه عاوتاني انا طلعت. قالوا لي غتعاودي لنا كلشي على هاد البنات. هنا البنت بدات كتعاود ليهم. قالت لهم هاد البنات هادو راه نتوما راه عارفين سيدي اش اللي كاين. هما راه كيخرجوا كيقصروا كذا 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 ولكن مؤخرا غادي يوقعوا شي حالات. بالنسبه ليسرى غادا تتعرف على واحد السيد لا باس عليه. كان حتى هو كيجي لهاد المقهى الليل او هاد الحانه او هاد البار هذا كانت كتعمر معاه والبنت زوينه وعاطيه العين وباقا صغيره يلا في العمر ديالها 22 عام.
تعرفات على هاد خينا هذا، ما بقاش كتفارق معاه. هي كانت كتعاود ليا كتقول لي راه هذاك انا اللي معاه راه لاباس عليه وعنده واحد الفيلا وعنده المشاريع وراه هو مهلي فيا وكيعطيني الفلوس، ولكن هو شارط عليا قال لي شوفي انت راه ديالي انا، ما تمشي مع حتى واحد، نشوفك مريحه مع شي واحد او انا راه غادي ندبر معاك. وبالفعل سيدي هي راه كتمشي معاه وتقصر هو وياه، عنده واحد الفيلا. فين جات هاد الفيلا هادي ديالو؟ كتقول السيده الله اعلم، انا ما عارفاش الفيلا هو فين ساكن، فين كاينه الفيلا ديالو، وحتى الشركه هو ديالو ما عارفهاش انا فين كاينه. غير هي يسرى هي كانت كتعاود ليا، يسرى غادا تحمل. وكيفاش حملات؟ دابا يسرى كانت كتستغل هاد خينا هذا اللي غادي تعرف فيما بعد سميتو ربيع. قالت الضحيه كتقول هذه اميمه، قالت لي انا راه حامله وعارف هذا الحمل ماشي ديال ربيع، ديال واحد اخر، شي واحد اخر، حيت انا من وراه كنمشي كنضرب بريكولات من وراه هوايه بلا معاق، وعارف هذا الحمل ماشي ديالو، ولكن هذا الحمل هذا انا غادي نشدو غادي نسبو ليه. هي هذيك اسيدي صافي بقات كتمشي معانا، من بعد اش وقع الله اعلم، انا ما بقيت عارفه والو. دابا هنا بان مستجد، بان هاد ربيع باللي كانت عنده علاقه كثيره مع من كانت عنده علاقه كثيره مع يسرى. واش هو قاتل لبنى ولا ما قاتلهاش؟ البحث غادي يبين كل شيء. مشاو كيبحثوا عليه، قلم لنا سول لنا عاوتاني، رجعوا عاوتاني الكباري كيسولوا على هاد ربيع هذا. شي وحدين كيقولوا على هاد ربيع، كيقولوا باللي هو راه عنده واحد الريستو. فين جات هاد الريستو؟ هو اللي عنده الريستو جات في البلاصه الفلانيه. مشاو الجدرميه عاوتاني للريستو، شوفوا هنا شحال ديال التماره. مشاو عاوتاني الريستو، بقاو تما واحد الجيرو، السلام عليكم. وعليكم السلام، انت خدام هنا؟ هي سيدي انا هو الجيرو ديال الريستو، كنسولو على مولاه السي ربيع، بغيناه. السيد قال لهم السي ربيع راه قليل هو فين كيجي هذا الريستو هذا، ودابا حنا بغينا فين غنلقاو؟ وهذاك النهار كان السبت. قال لهم اليوم السبت راه غتلقاو غير في دارو، حيت هو السبت والحد ما كيخدمش، راه غتلقاو غير في دارو. فين جات دارو جات سيدي في واحد المنطقه راقيه، الفيلات كذا كذا. قالوا لي غتمشي معانا، ورينا الدار ديال الربيع. مشى معهم هاد الجيرو، داو الفيلا ديال السيد، دقوا في الباب، خرج عندهم ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام، تا هو ربيع؟ يا سيدي انا هو ربيع، ياك ما كاين باس، لاكارت ناسيونال ديالك مرحبا. هي الاولى، جاب لهم لاكارت ناسيونال، شافوها ربيع كذا كذا كذا. قالوا لي غتمشي معانا، ياك ما كاين باس، علاش غنمشي معاكم؟ قالوا لي غتمشي معانا، عندنا شي اسئله غادي نسولوك عليها. ما عندك والو، غتمشي بحالاتك. قال لي واخا. مشى معاهم، دخلوه، وراوه التصاور ديال الضحايا. قال لهم ما كنعرفهاش. وراوه التصويره ديال الضحايا، قال لهم ما كنعرفهمش. اكيد ما كتعرفهمش. قال لهم هاد البنات هادو انا اصلا عمري ما شفتهم، عمري كانت بيني وبين شي علاقه كذا كذا كذا. قالوا لي حنا كيفاش جينا عندك؟ حنا من خلال البحث توصلنا باللي انت كانت عندك علاقه كثيره مع يسرى، وكتعرف حتى لبنى. ابقى ناكر طالع السما، ما بغاش يعترف والو، ما خلاو ما داروا معاه، وكينكر على انه هو كيعرف هاد البنات، وعندهم الشهود باللي هو كانت عنده علاقه خصوصا مع يسرى.
مشاو الفيلا هو فين كيسكن، مشاو العناصر ديال التشخيص القضائي او التقني ديال المسرح ديال الجريمه، لقاو الطوموبيل ديالو تما، بقاو كيبحثوا تما كيشوفوا هنا 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 هنا، غادي يكتشفوا في الاخر متابعي الكرام باللي الدار ديالو كانت هي المسرح ديال الجريمه. لكاب هو فين يحط الطوموبيل تما فين لقاو الدم، ولقاو الدم عاوتاني فواحد الزربيه في الصالون، واخا هو كرات وغسال لقاو الدم باقي مازال كارم، اللي غادي يتبين في الاخر باللي هو كيرجع للضحيه يسرى. وتا الطوموبيل ديالو الكوفر ديالها لقاو مازال باقي لاصق فيها الدم كارم، وخا غسلها باقي شي دم تما كارم لاصق. واجوب هاد المعطيات قال لي شوف الشريف، غتعترف ولا غادي تغرق راسك؟ انت قاتل ومازال كتخرج في عينيك. واجوب هاد الادله وهاد المعطيات هنا ويعترف. قال لهم هاد البنت انا كنت كنعرفها وكانت عندي بها علاقه، ولكن مؤخرا بدات عليا انا حامله ما حامله ما حامله ما حامله، وانا عارف هذاك الحمل ماشي ديالي، لان هي من قبل كانت كتمشي مع الرجال بزاف. كابت الناس بعدي مني، بغيتي تبقاي معايا نتهلا فيك نصير عليك كذا كذا كذا، ولكن الا هذاك الحمل ما تجبديش ليا. قالت لي لا هذاك الحمل راه ديالك انت، غتزوج بيا ولا غادي ندير لك الشوهه. قلت لها انا نتعاون معاك، نديك على شي طبيب عنده خبره في هذا الشيء، حيد لك الحمل من كرشك، والبناء عليه الصلاه والسلام. هي ما بغاتش ليا، قالت لي لا والو، قالت لي تزوج بيا ولا كتب لي الفيلا بسميتي. انا شفتها بدات كتبتز فيا، ولقيت الحل الوحيد وهو نصفيها ليها، لان ولات كتمشي لي حتى الشركه وكدير لي الشوهه. لقيت الحل الوحيد ونصفيها ليها. هذيك الليله جات عندي للدار، ريحنا صافي، قلت لها انا غادي نتزوج بك صافي غير كوني هانيه. وانا كان النيه ديالي باش نقتلها. جات واحد اللحظه غفلتها، ضربتها عده ضربات بالجنويه. من بعد ما هي ماتت ولات قدامي جثه، ضغط ما عرفت اش غندير. قلت نقطع الجثه ونهزها ونديها شي بلاصه ونكب على ليسانس ونحرقها باش تمص كاع المعالم ديال الجريمه. بديت اسيدي انا كنقطع، ولكن بديت كنقطع خيف مرعوب. هي باش قطع غير اليدين وقطع الراس ما كملش. والتفسير ديال الطبيب الشرعي اللي عطاه الاول صحيح، قال لهم الزيته هذاك الصبحيه، الزيت غير خليت الراس عندي وخليت اليدين، الزيت هذيك الصبحيه وديتها حتى لخارج مدينه مراكش، ولحتى تما على الطريق باش يدوزوا على الرموكات ويدوزوا على الكاميوات والطوموبيلات، وتحول الى اشلاء صافي ما تبقاش تعرف. الراس واليدين فين درتيهم؟ قال لهم رجعت وهزيتهم وديتهم من واحد البلاصه اخرى خرجت هي على مدينه مراكش، وتما فين دفنتهم. قالوا لي دابا حنا تصنتنا لك الجريمه الاولى، غتقول لنا لبنى كيفاش حتى هي قتلتيها. دابا انت قاتل، قول لنا اش كاين. قال لهم انا غنعترف لكم، البنت الاخرى حتى هي انا اللي قتلتها. علاش قتلتيها؟ قال لهم حيت هذاك النهار انا من ديتها كانت لبنى حتى هي كانت، ولا خليتها من ورايا انا غدا نتفرش وغدا نبان انا هو القاتل. قلت حتى هي نصفيها ليا، حتى هي نحيد عليا من الطريق باش هكذا ما نتعرفش على انني انا هو المجرم. كيفاش درتي تقتلتيها وجيتي لها للدار؟ قال لهم عيطت ليها الغد ليه، قال شوفي لبنى راه صاحبتك ما بغاتش تسمع ليا،
راني عييت معاها باش تحيد هذا الشيء اللي في كرشها، ما بغاش تحيدو. قال هو طمعتها، قال شوف يا لبنى انا غادي نجي عندك للدار بالليل وغادي نعطيك 10 المليون، ولكن بشرط انت قنعيها، هضري معاها باش تحيد داك الشيء اللي في كرشها. لبنى حتى هي طماعه، قالت لي صافي كون هاني، جيب لي الفلوس وانا غادا نفكك منها. بالفعل جيت عندها بالليل، دخلت عندها للدار وريتها الفلوس، قلت لها الفلوس ها همايا انت، ولكن تعاوني معايا انت ولا تحيد الشيء اللي في كرشها وتبعد مني. هي شافت الفلوس طمعت. انا غير زقرتها، واحد اللحظه جبت الجنويه وانا نعطيها حتى هي، قتلتها ومشيت للدار رونته هنا باش يدير على ان السبب ديال الجريمه هي السرقه، باش يموت التحقيق. قال لي خرجت، سديت على الباب وخرجت. هذيك الخرجه هي باش شافوا هذاك الديطاي، وضرب واحد المسافه على رجليه، ركب في الطوموبيله ومشى. وهنا غادي يكون قاتل جوج ديال الارواح، قتل جوج ارواح، قتل يسرى وقتل لبنى. وهكذا الدرك الملكي كيكون فك جوج ديال الجرائم اللي كانت جرائم جد غامضه، صعيب باش تحل بحال هاد الجرائم هادو. البنت الاولى بدون راس بدون يدين استطاعوا باش يفكوا اللغز ديالها، واللي عندها او الجريمه الاولى عندها علاقه وطيده بالجريمه الثانيه. صدق قاتل واحد هو اللي قتل. شوفوا هاد الكارثه، شوفوا طريق الحرام، شوفوا متابعي الطريق ديال الفساد فين كتوصل. هذا راجل اعمال بخير وعلى خير، عنده فيلا ديالو، عنده الشركه ديالو، وتابع الحرام حتى ولا في الحباسات. بالنسبه لهذا السيد اللي هو ربيع، غادي تحكم بالمؤبد. كان في الاول مشى للاعدام، في المرحله ديال الاستئناف خدا المؤبد. كاين المؤبد كاين الاعدام. هذا غادي يحماق في الحبس، غادي يشرف، غادي حياته ضاعت، كلشي مشى، غادي يبقى في الحباسه تما. يا اما غادي يخرج حمق مسطي، ويا اما غادي يخرج جنازه، غيشدو من تما ميت، غادي يشدو غادي يديو يدفنوه. جوج ديال الحالات، اما غادي يخرج حمق واما غادي يخرج جثه جنازه. لا حول ولا قوه الا بالله. كانت هذه الحلقه ديالنا، والى لقاء اخر باذن الله. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.